بيبدأ الفيلم ببنت صغيرة كانت بتلعب في الجنينة عادي، وجه ليها زميلها في المدرسة وزقها وشتمها، فبدأت تتضايق طبعا وتعيط، فراحت على مامتها بتحكي لها اللي حصل. مامتها قالت لها بصي هقول لك على حاجة، هو عمل كده عشان بيحب. ومن هنا بدأت فكرة الفيلم، وهي ان المجتمع بيزرع في الستات حتة ان هو الرفض ممكن يكون معناه الحب ساعات. ونرجع بقى للواقع، واحدة اسمها جيجي خرجت في ديت كده مع سمسار عقارات اسمه كونر، والموضوع مش مشي تمام وكل حاجة كويسة. واول ما خرجوا من المطعم كونر اتصل بأنا حبيبته الحالية اللي هي مش مهتمة بيه خالص وعمالة تتهرب منه طول الوقت. وقابلت واحد اسمه بين في السوبر ماركت واداها دوره، ولما جت تحاسب البياعة قالت لها انها الزبونة رقم 1000 الشهر ده، فكسبت هديه وبدات تفرح جدا وحضنت بين لان هو اللي ساب لها الدور ده. وبعدين بنعرف ان كونر مشارك صديقه اليكس في البيت، واليكس عنده خماره او بار يعني. فبين بدا يتكلم مع انا بره السوبر ماركت وباين انهم اعجبوا ببعض، وقال لها ان زميله في المكتب بيتعامل مع الملحنين المبتدئين بما انها قالت له انها مغنيه وكده فيقدر يفتح لها سكه. وهي بتكتب له رقمها قال لها على فكره انا متجوز وانا مش راجل لعبي او كده خالص. قالت له خلاص هات الكارت بتاعك حتى عشان تكلمه يعني بخصوص الشغل. فاداها الكارت وركب العربيه بتاعت صاحبه نيل اللي عايش مع حبيبته اسمها بيس من 7 سنين، وقالت له ان اختها الصغيره تتجوز. فقال لها طب ده شيء عظيم. فقالت له انت شايفه عظيم وكده بس احنا ماشيين عكس الطبيعه ما اتجوزناش. هي عايزه تتجوز جدا وهو رافض الفكره، وقال لها ان هو بيحبها وهيفضل مخلص ليها طول الوقت ومش محتاج ورقه تثبت ده. حاول يقنعها بوجهه نظره دي. اما بالنسبه لجيجي فما جالهاش اي رساله من كونر، فبدات تحكي لصاحبتها جينين المتجوزه من بين، واللي قالت لها انها لما قابلت بين ما كلمهاش لمده 11 يوم كاملين. وقالت لها ده طبيعي في البدايه كده بيتقالوا وبتاع. فجيجي قالت لها طب ما كونر ده قال لي ان هو بيقضي وقته في سيتي سنتر وكده، ما تيجي نروح له، وكمان دي الخماره بتاعت اليكس اصلا. فجيجي كانت مستنيه مكالمته على نار. فبس قالت لها طب بقول لك ايه، انا لما قابلت نيل ده انا اللي اتصلت بيه. فجيجي اتجمدت جدا واتصلت وسابت رساله فويس ميل يعني او رساله صوتيه، بس هو ما كلمهاش برضه. فقررت تروح المكان ده وبالفعل راحت وقابلت اليكس وحكيت له عن كونر، وقالت له انا عايز ارجع له القلم بتاعه بس. فاليكس عرف انها بتكذب وبتحور يعني، فاضطرت تحكي له القصه كلها. فقال لها كونر مش هيتصل بيكي تاني من الاخر يعني، هو ما كلمكيش لان هو مش مهتم وانت مش عاجباه. فالكلام ده كسر جيجي جدا، بس اليكس كان صريح معاه بزياده. فجيجي استوعبت وقالت لبيس وجينين ساعات بتحصل استثناءات زي خيانه الحبيب او رجوع وكده والاهتمام بعد الاهمال، بس دي مش القاعده، والقاعده هي اللي بتمشي على الاغلبيه. فجيجي عرفت ان كل واحد مشي معاها او مشيت معاه كان بيستغلها. اما بالنسبه لانا فحكت لصاحبتها ماري عن بين وانها بتفكر فيه رغم ان هو متجوز. فماري قالت لها طب ما يمكن ما لقاش الحب الحقيقي مع مراته، ما هتجربي تكلميه. فانا اتصلت بيه بس هو رفض يقابلها، فراحت لكونر. بعد كده بس رجعت البيت واتكلمت مع نيل في الموضوع الجواز. فقال لها انا مش مؤمن بالفكره دي، اعمل ايه طيب؟ مش لازم عشان نحب بعض ما في ورقه بينا. قالت له ده كلام فارغ. حاولت على قد ما تقدر تصبر وتخبي رغبتها في الجواز بس ما قدرتش تستحمل وانهت علاقتها بيه خالص. اما بالنسبه لبين فاتصل بانا تاني وطلب منها تيجي مكتبه عشان العرض اللي قدمه لها. اما ماري الناحيه التانيه صاحبه انا فكانت بتدور على الحب الحقيقي عن طريق ابلكيشنز المواعده والديتس والحاجات اللي هي الاونلاين دي. نيجي بقى على انا راحت المكتب بتاع بين وقال لها على فكره انا اتجوزت لان جينين ضغطت عليا وهددتني انها هتسيبني لو ما اتجوزناش. فجينين لقت سجاير في البيت وكده، وبعدين جينين لقت السجاير في بيتهم اللي لسه بيتبني واتصدمت لان بين وعدها ان هو مش هيدخن تاني. اما بالنسبه لجيجي فاتصلت باليكس تاني وخدت رايه في شاب تاني يوم واداها رايه بصدق وكده، في حين ان بين حضر حصه كده اليوجا بتاعت انا وعرض عليها ان هم يبقوا اصحاب ينتموا سوا يعني. فجينين قالت لبين انا عرفت انك رجعت تدخن وكده. قال لها لا ما بشربش خالص والله. قالت له خلاص انا مصدقك. وبعد كده اليكس اقترح على جيجي تقابل حد من معارفه اسمه بيل وقابلته بس هو ما جاش، وجه اليكس مكانه لان بيل افتكر الميعاد يوم الخميس واليكس قال ان هو الثلاث. وفي المقابله دي اليكس عرفها شويه عن قرب يعني وعرفها باسراره وحاجات زي كده وازاي بيشقط البنات والعلامات اللي بتبين ان الشاب مش مهتم. اما بالنسبه لبين فخان مراته مع انا واليكس عزم جيجي على حفله هيعملها في بيت، بس جيجي خيالها سرح شويه وفسرت الموضوع ان اليكس معجب بيها وان ده ديت مترتب او موعده يعني، وجانين شجعتها على كده. اما بالنسبه لبيل فاعترف لمراته ان هو خانها فعلا، فحاولت تلاقي حل وتتعامل مع الموقف كده لانها بتحبه ومش عايزه تسيبه. اما اخت بيس صغيره فاتجوزت. نرجع بقى لجيجي اللي راحت حفله اليكس فعلا بعد ما الكل مشي وحاولت تقرب منه بس هو بدا يصدها. فقالت له انا حسيت انك معجب بيا على فكره، ده اللي خلاني اجي. قال لها لو ده حقيقي كنت هتعرف. اتجرحت جدا من كلامه وقالت له انا على الاقل حاولت لكن انت مستمر في الهروب وهتفضل وحيد. وفي الوقت ده كانت انا في مكتب بين وجات جانين عشان تتكلم مع جوزها وتلاقي حل وتنقذ جوازها. اما اليكس كان مشتت خالص ومش عارف يركز في شغله، والشغاله عنده قالت له باين عليك واقع في الحب يا استاذ. وبعد ما جانين مشيت من المكتب بعد ما عملوا علاقه انا خرجت من الخزانه الدولاب ده وكانت متعصبه جدا وانهت علاقتها ببين خالص. وبين صاحب اليكس اتصل بجيجي وقال لها ان هو اللي كان المفروض يخرج معاها اليوم ده وعزمها تخرج معاه ووافقت. وبعد كده نيل جه بيت بيس وحضنها جامد لانها ما نسيتوش واتصالح. اما بالنسبه لانا فحاولت تدي فرصه لكونر بس ما قدرت. وبالنسبه لجانين فرجعت البيت ولقت علبه سجاير في هدوم بين، وهنا عرفت ان هو كذب عليها وانهارت تماما وعرفت ان هو بيشرب سجاير بجد. وسابت له رساله فوق هدومه بتقول له انها عايزه الطلاق خلاص ويشرب سجاير زي ما هو عايز بقى، واشتريت له علبه حتى هديه كده. اما جيجي فرجعت من الميعاد مع بيت اللي وصلها لحد البيت وكان لطيف معاها ومش فجاه سمعت خبط على الباب كده وافتكرته رجع، بس طلع اليكس
وقال لها انا جيت ارجع لك القلم بتاعك على فكره، انا طول الوقت بفكر فيك، ما كنتش متقبل فكره اني وقعت في الحب، وعشان كده كنت بتجنبك والله، ما اقصدش ابقى واقع. وعلى الناحيه الثانيه كان ماري صاحبه انا اللي هي شغاله في الجريده دي اتصلت بكونر عشان تكلموا عن الاعلان وكده، وكانت اول مره يشوفها فيها رغم ان هو كان عارفها قبل كده، وباين ان هم اعجبوا ببعض. على الناحيه الثانيه كان نيل عرض الجواز على بيس خلاص، واتجوزوا بعد 7 سنين، وانا بدات تركز في مستقبلها، وجينين كملت حياتها، واليكس وجيجي بقوا سعداء مع بعض. ودي نهايه الفيلم. حد يقول لي ايه المجنون من المجنون اللي طالع لنا ده، انت عمال تجيب كلمه من الشرق وكلمه من الغرب؟ لا يا جماعه الموضوع مش كده، هو فيلم كده، فيلم اصلا سرد متداخل وكل حاجات جوه بعض كده، 4 علاقات زي اوقات فراغ والحاجات اللي في مصر دي يعني. اظن هيبتا وفيلم اسمه سكر مور كانت عمل زمان ما نجحش قوي. تمام، تعالوا اقول لكم بقى تحليل الفيلم وتفاصيل عنه كده. الفيلم اسمه يا جماعه عشان بس الناس اللي بتقول لي بكتب لي اسم الفيلم، اسمه هي جاست نوت ذات انت يو. تمام، هو فيلم رومانسي كوميدي ساخر كده، روم كوم شويه. الفيلم بيتكلم عن صراع القاعده مقابل الاستثناء، ده المحور الرئيسي بتاعه. والمجتمع اللي هو الامهات تحديدا بيزرعوا في عقل الست من هي صغيره ان الراجل لو ضايقك او تجاهلك يعني ما بيحب. الفيلم بيحطم الخرافه دي خالص، وبيوضح ان اليكس يعني ان الستات بتمثل بقصه الاستثناء قوي، يعني فلانه خانها صاحبها بعد كده اتجوزته عشان يدوا نفسهم امل كذاب. وفي على فكره فعلا ستات بيحطوا حته ايه، يحملوا اي حد المسؤوليه غير ان هم يبقوا اختاروا غلط. يقول لك مثلا الست دي خانتني معاها عشان هي اللي خطفت رجاله مش جوزي ولا واحد. فالرساله من الفيلم هو لو ما اتصلش بيكي هو ببساطه مش معجب يعني، والبحث عن اعذار ده مضيعه للوقت. وشخصيات تانية برضه زي جيجي مثلا بتمثل الشخصيه اللي هي بتسيء قرايه الاشارات او الاوفر انالايزر، يعني نموذج الشخص اللي هو بيندفع بمشاعره جدا وبيحتاج دايما اللي يفسر له سلوك الطرف الاخر. وتطور الدرامي بتاعها بيتوقف لما عند المطارده وكده، وبتبقى تحترم كرامتها، وده اللي خلى اليكس ينجذب ليها فعليا في الاخر. اليكس برضه هو الشخص الخبير اللي حاطط قواعد دايما عن الحب وكده، وشايف العلاقات كعمليه حسابيه، بس وقع في فخ الاستثناء اللي قلت لكم عليه، انها بين وجينين وده انهيار الواجبات. علاقه مبنيه على الالتزام ومش الشغف. جين مهووسه بالسيطره اللي هي رمزيه السجاير، وبين شخص ضعيف وبيهرب من مواجهتها طول الوقت. والفيلم بيحلل ان الجواز ممكن يبقى مبني على الضغط او كده مصيره الانفجار عند اول اختبار. وبرده نيل وبيس وده الجوهر مقابل المظهر، هو النموذج الانجح فيهم رغم عدم ان هم ما اتجوزوش في الاول. علاقتهم قويه والتقاليد هي اللي شوهت سعادتهم خالص. نيل بيثبت ان الحب ما بيحتاجش ورقه، لكن في النهايه بيتنازل عشان طالما مراته عايزه كده خلاص. السجاير بيقول لك رمز للكذب مثلا والثقه المفقوده والمسجز والحاجات دي، القلق الالكتروني والحاجات اللي موجوده في العلاقات. خلاص يا جماعه الفيلم ده بيعرفك ان التواصل المباشر اقصر طريق للراحه. ده كان الفيلم يا جماعه بطوله سكارليت جونسون. في حلقه جديده ومع السلامه. انا يا جماعه قناه ملخصات من الاخر، لو انت عايز اي فيلم معين قول لي هعمله لك واكتبه لك في الكومنتات. لو انت عايز مثلا شايف ان انا بنزل حاجات اباحيه او كده، لا يا جماعه خالص، القناه مش غرضها كده، بس حط نفسكم مكاني، لسه ببدا بحيث ان انا عايز اتشاف الناس اكتر، وده اكتر حاجه بتتشاف. بلس انا ما طلبش مني فيديو وما عملتوش عشان تقول لي مثلا انت استسهلت وعملت اباحه. وحاجه تانية معانا يا جماعه، المواقع والحاجات بتاعت الاباحه الصرف بقت معرضين انكم تشوفوها في اي حته، حتى اطفالنا متعرضين ليها. فما تجيش على قناه انا عاملها اصلا الافلام مش كل الاطفال يعرفوا يشوفوا ملخصات الافلام، لان مثلا لو فيلم فيه زومبيز، في واحد بيحبس بنته في اوضه، الحاجات دي مش طبيعي طفل يشوفها. فما تجوش تمسكوا في دي بالذات ان انا كده اللي بنشر الفساد، لا يعني اليوتيوب اصلا بتاع الاطفال ده بيعملوا حاجه اسمها يوتيوب كيدز، وفي تصنيف معين الالجوريثمز ما بتقترحش كل الناس اللي هم عايزين او الخوارزميات. تاني حاجه معانا يا جماعه، انا لا يعني عملت انواع كتير جدا عادي، بس انا لقيت ده بيتشاف اكتر لحد ما نحقق الربح بعد شهر مثلا، نبدا نشوف بقى الدنيا ايه عباره عن ايه. تمام، عامل ليكوا صاحب على الايفون عايز تكسب، وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات، ولو وصلنا 200 سبسكرايبر اختار واحد بالليل. واشتغلوا كده يا جماعه معايا في السبسكرايبرز والحاجات دي، لان انا لسه بشوف القناه يعني في فيديوهات بتتشاف قوي، فيديوهات لا، ولا فيديوهات اقترحت الاجانب وبتاع، فعلى قد ما نقدر عايزين نكمل القناه بشكل محترم يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك ومع السلامه.